وصفر ابراهيم نور الدين، صفر ابراهيم نور الدين، وهي اللحظة الفارقة يا سادة. مبروك النادي الاهلي تتويجه بدرع الدوري بعد انتهاء مباراته مع الاسماعيلي 2-1، وبعد ما انتهت مباراة الزمالك والمصري في الاسكندرية 2-2. مبروك للنادي الاهلي. هننقل على مهيب عبد الهادي بسرعة في ملعب المباراة. شكرا لطيب المتابعة مرة جديدة. مبروك للشياطين الحمر، هارد لك للاسماعيلي، هارد لك لنادي الزمالك اللي حاول واجتهد في الاسابيع الاخيرة. مهيب عبد الهادي في ملعب المباراة. جمهور النادي الاهلي واحنا نستحق واحنا احسن فرقه في مصر. يعني رمضان، احساسك بالهدف اللي احرزته اللي توج بيه الاهلي النهارده بطل؟ بشكر ربنا وبشكر اللعيبه كلها، اللعيبه دي رجاله واحنا نستحق فعلا ان احنا نكسب الدوري والحمد لله. يعني الكابيتانو النجم الكبير حسام غالي، مبروك يا حسام، مبروك الدوري، الف مبروك الف مبروك. انا شايف الدموع في عينيك يا حسام. انت نجم كبير رغم اي حد يتكلم على حسام غالي. الله يخليك، ربنا يبارك فيك، ومبروك للعيبه والجهاز والجماهير النادي الاهلي كله. تعبنا الموسم ده ونستحق الفوز الحمد لله. ربنا كان نفسك تبقى موجود انا عارف، بس انت موجود. يعني لحظات العمده مع حسام غالي، لحظات يعني فرحه كبيره. مبروك يا عمده، مبروك يا عماد. الله يبارك فيك. يعني الدوري ده بيتوج لكل اللاعبين. اكيد طبعا لكل اللاعبين، ومبروك لجمهور النادي الاهلي، والحمد لله على الفوز الدوري، ونبدا نفكر في البطوله ان شاء الله. اكيد انت سعيد النهارده. اكيد طبعا، شيء طبيعي، فرحتي ما توصفش، لان احنا خسرنا الدوري السنه اللي فاتت، كنا قاعدين جمهورنا ان شاء الله ان ده مش هيتكرر تاني، او هنحاول ان هو ما يتكررش تاني، والحمد لله ربنا كرم. الف مبروك، مبروك الفوز يا صبري. اعتقد مجهود كبير ومجهود رائع النهارده. الحمد لله، احمد الله على الماتش النهارده، مبروك لجمهور النادي الاهلي. الحمد لله. هتقول ايه النهارده يا صبري؟ اتكلم والله. انا عارف ان انت الحمد لله، يعني انا زي ما انت شفت تعبنا 9 شهور، الحمد لله ربنا عوضنا خير الحمد لله. الف مبروك، الف مبروك الفوز، فوز تاريخي لمؤمن، واول بطوله دوري لمؤمن زكريا مع الاهلي. الحمد لله، الحمد لله على الاداء، والحمد لله على النتيجه. اداء كويس، نتيجه كويسه الحمد لله. مبروك الدوري، تعبنا من اول الموسم والحمد لله ربنا كرمنا. ومبروك للاعيبه وجمهور وجهاز فني، وربنا يكرمنا في بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. توفيق. احمد فتحي حسين السيد، مبروك الفوز بالدوري، الف مبروك. الله يبارك فيك. هتقول ايه لجماهير النادي الاهلي الكبيره العظيمه النهارده؟ اللهم الف مبروك. والدوري كان صعب علينا كلنا، والدنيا كانت صعبه علينا الفتره اللي فاتت دي، الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الحمد لله. النهارده لحظات صعبه يا احمد. ماتش صعب، طالعين من كابوتين ورا بعض، بس الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نخلص الدوري الحمد لله. الف مبروك. متواصلين معاكم النجم الكبير صالح جمعه، مبروك يا صالح، مبروك الاداء، مبروك الفوز، مجهود كبير، اول بطوله ليك مع النادي الاهلي. الحمد لله طبعا. يمكن اديك شايف الاجواء وشايف الناس مبسوطه ازاي، ومجلس الاداره النهارده الجهاز الفني واللعيبه طبعا نحمد ربنا طبعا، خاصه بعد المباراه الاخيره بتاعت مباراه المصري طبعا، ده صعبت الدنيا علينا اكتر طبعا، بس الحمد لله ان النهارده قدرنا نكسب الحمد لله. وبرده المباراه بتاعت الزمالك والمصري طبعا نثبت في صالحنا الحمد لله. فبحمد ربنا على طول الدوري، كنا محتاجين ان احنا نحسن البطوله عشان نركز في افريقيا. زي ما انت عارف لما يبقى تركيزك في الدوري وفي افريقيا يبقى الموضوع صعب. النهارده قدرنا الحمد لله نحسن بطوله، ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه نقفل القصه دي كلها، ونبقى ان شاء الله تركيزنا كله مصاب ان شاء الله باذن الله في مباراه اسك، وبعد كده مباراه الوداد ان شاء الله، ونقدر ان احنا ان شاء الله نصعد في المجموعه بتاعتنا في افريقيا. احساسك بقى يا صالح، اول بطوله مع النادي الاهلي ودوري، بطوله بينتظرها كل جماهير النادي الاهلي. طبعا بطوله الدوري زي ما بيقولوا البطوله المفضله للنادي الاهلي وجماهيره. بصراحه الناس ما بيخلوش علينا لما حسوا ان في اهتزاز في الاداء وفي النتائج والكلام ده كله تمام. اديك شفت الجمهور كان حاضر ازاي في التتش اخر تمرينه لينا طبعا. لا يعني انا بهدي الجمهور، بهدي البطوله طبعا للجمهور طبعا اللي كان موجود الفتره اللي فاتت ورانا، وكان دايما سبورت لينا طبعا، وللجهاز الفني طبعا اللعيبه اللي لعبت السنه دي، وان شاء الله باذن الله يبقى مش اخر بطوله ان شاء الله الموسم. ادي تيشيرتك ده لمين؟ هديهولك بس في الاوضه. مبروك يا صالح، الف مبروك.